في حادث مؤسف لقيت مسنة جزائرية مصرعها عقب سقوطها من الطابق الثالث حيث توفيت في الحال، وتم نقل جثمانها إلى المشرحة. ووفقا لوسائل إعلام جزائرية محلية، فقد توفيت سيدة في 85 من العمر بمدينة عنابة بعد سقوطها من الطابق الثالث لمنزل العائلة. وحسب ما أفادت به مصالح الحماية المدنية الجزائرية، فقد وقع الحادث ظهر الثلاثاء بحي الزهور في بلدية البوني. الضحية توفيت إثر سقوطها في عين المكان، ليتم نقلها إلى مصلحة حفظ الجثث بالمستشفى الجامعي ابن رشد للولاية. على صعيد آخر في الشأن الجزائري، كانت وسائل إعلام محلية كشفت عن إلقاء القبض على معتمر جزائري بعد ارتكابه جريمة قتل في حق معتمرين جزائريين آخرين في فندق بمكة المكرمة. وبحسب ما ذكرت إمارة منطقة مكة المكرمة، فقد ألقي القبض على زائر من الجنسية الجزائرية لاعتدائه بالطعن على زائرين آخرين من الجنسية نفسها في أحد الفنادق، وتم تحويله إلى النيابة العامة السعودية بعد إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية في حقه.